طريقة إبراهيم عيسى في النقد طريقة غير طيبة وطريقة غير حسنة، وبتدل فعلا على أنه يعني لا يريد بالتوجهات الإسلامية أو بالإسلام إلا شرا. وأنا مش يعني لا أدري كيف يتسمى رجل بأسماء المسلمين ويزعم الإسلام ويدعي الإسلام ثم هو يطعن في من يقومون به. ومعروف ان التوجهات الإسلامية موجودة الآن تتلخص في مجموعة من الجماعات ومجموعة من التوجهات وأخيرا مجموعة من الأحزاب، فصار الإسلام متمثل في هؤلاء الأشخاص. فينبغي أن يكف الإسلام عن هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمثلون الإيه؟ الإسلام. فصار الإسلام متمثل في هؤلاء الأشخاص. فينبغي أن يكف الإسلام عن هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمثلون الإيه؟ الإسلام. أقول له انظر من بعيد، أنت الآن بتتكلم معهم وكأنك لا ترى إلا هم، فانظر إلى العالم من حولك، ماذا سيقول العالم عن هؤلاء وهم يمثلون الإيه؟ الإسلام. فأنت الآن تطعن في الإسلام أمام أعداء الإسلام في أشخاص هؤلاء. فأنا أقول له اتق الله ونسأل الله تعالى أن